مساء الخير واهلا بيكم في حلقه جديده من المشجع اف ام. امبارح ياستروب في المؤتمر الصحفي ما اكتفاش انه خلص على الاهلي طول الموسم وحول فريق كان السنه اللي فاتت بطل الدوري وفي نص نهائي دوري الابطال ورايح كاس عالم للانديه لفريق بقى في المركز الثالث ورايح للكونفدراليه عشان يلاعب الوز الكيني والبط الاوغندي باداء سيء. ما اكتفاش انه كان السبب في فضيحه خروج الاهلي من فريق درجه تانية في كاس مصر والخروج بشكل مهين من كاس الرابطة والخروج بصورة سيئة جدا في دوري الأبطال. لا ده كمان قاعد في المؤتمر الصحفي بيقول لنا ان هو مكمل السنة الجاية وان هو هيقود الفريق وبعت خطة الفريق السنة الجاية. طبعا مفهوم جدا اللي تورب بيعمله، بيحاول ان هو يضغط على الإدارة عشان يحصل على 6 مليون دولار الشرط الجزائي. خلاص تورب عارف انه بعد الاداء اللي قدام مع الاهلي الموسم ده مستحيل نادي في الشرق الاوسط سواء بقى في الخليج او في شمال افريقيا يطلب التعاقد معاه. قدم اداء مزري، يعني في مدربين جم الاهلي او حتى غير الاهلي انديه اخرى في الشرق الاوسط وما توفقش، بس ساب بصمه، عمل حاجه. يعني مثلا جريدو لما جه الاهلي في 2014 كان فريق سيء جدا ولكن قدر انه يكسب الكونفدراليه، فده فتح له باب انه بعد كده يروح يدرب الرجاء ويدرب انديه في تونس ويدرب في الخليج. لفه كويسه جدا. موسيماني حقق نجاح كبير جدا مع الاهلي، ده فتح له باب انه يروح يدرب في السعوديه ويدرب في الامارات. ففي مدربين بتيجي ممكن تعمل نتائج يعني مش على المستوى المأمول ولكن تقدر انها تكمل في الشرق الاوسط. تورب طبعا 100% مفيش نادي عاقل في الشرق الاوسط يفكر انه يتعاقد معاه وهو مدرك ده تماما، فبيحاول يلعب لعبه الفلوس، حاول اخد 6 مليون دولار وارجع بقى الدنمارك اربي لي بقرتين واجيب لي حته جبنه وخلاص واقعد هناك بقى واعيش واصرف من فلوس الاهلي. اتمنى ان اداره الاهلي تتخلص منه في اسرع وقت ممكن، لانه تخيل الكارثه، الراجل بيقول انا بعت خطه الاعداد للموسم الجديد. تتخيل الكارثه ان الراجل ده يقعد معانا لغايه افتتاح الدوري يوم 15 اغسطس فيضيع عليك فتره الاعداد، وباسلوبه ممكن يتسبب في هروب بعض اللعيبه او ان بعض اللعيبه تطلب انها تمشي او ترفض التجديد، وتلاقي نفسك داخل الموسم الجديد مهلهل ومهزوم نفسيا وغير جاهز بدنيا، وتلاقي نفسك دخلت في مشكله كبيره جدا جدا. ممكن بقى تؤدي ان احنا الكونفدراليه اللي مش عاجبانا دي بس السنه اللي بعدها ما نوصلش لاي بطوله قاريه من الاساس. اتمنى ملف تورب يتقفل في اسرع وقت ممكن لانقاذ ما يمكن انقاذه. شكرا، سلام.